هاد السيدة غتكون ضحية ديال واحد التجربة اجتماعية باش نثبتوا بلا أن الأغلبية كيأثروا على الأقلية ولا الفرد، واخا يكونوا هما غالطين وتكون أنت صحيح، من بعد غتولي تمتثل الأفعال ديالهم واخا هما غالطين. خليكم معنا مع لا فيديو باش تشوفوا بعينكم وتجربة أن ناجحة 100%. هاد السيدة اللي غتشوفوا دابا دخلت على أساس أنها غدوز واحد لا فيزيت ديال العينين بالمجان. الناس اللي كاينين في هاد القاعة كلهم في الصالح ديال التجربة، يعني مفاهمين مع التجربة، عارفين شنو واقع. غتجلس السيدة ما عليها ما بها، عجبت الجريدة غتجلس كأيتها الناس. شنو غيوقع؟ غيدير واحد الصوت، غيصدروا بحال واحد الكلاكسون، كل شيء غيوقف. هي غتبقى تشوف داك العجب كيفاش هاد الناس ان بمجرد جا الصوت كل شيء وقف. من بعد عاوتاني غيتعاود داك الصوت، ديك طوط غيديروها في لاصال، كلشي غيوقف. هي غتبقى تشوف فيها ما فهمت والو، كتقول اش واقع، ياك ما انا اللي غلطه، واش حتى انا خصني نوقف، واش بزاف د الافكار كيتراودوا في الراس ديالها وما عارفاش هي. رانا المره الثالثه عاوتاني كيتعاود الصوت ديال طوط، كلشي غيوقف. هنا غادي ترتابك واش توقف ولا لا. رانا المره الرابعه في انه غادي يجي صوت من القاعه طوط، كل شيء غيوقف. وهنا غتخضع القانون ديال الاغلبيه، كيقنعوا الاكثريه الاقليه ولو يكونوا غالطين. اثروا عليها بمجرد انه يسمع الصوت كتوقف، واخا هي ما عارفاش علاش. هنا شنو غنديروا؟ هنا صحاب التجربه غيدخلوا الناس كلها، غيحاولوا يخووا القاعه، دوك الناس اللي عارفين بلا ان الصوت اللي كيدار خصهم يوقفوا غيدخلوا كاملين، حتى واحد ما غيبقى. غتبقى هي بوحده. وفي نظركم فاش غتبقى بوحده، واش غتبقى توقف فاش تسمع الصوت ولا غتجلس؟ للاسف هكا كيتنقلوا العادات، يعني من جيل لجيل واخا يكونوا غالطين. هنا غادي يجي صوت وللاسف غادي توقف، غتسمع طوط وغتوقف واخا بوحده، واخا دوك الناس اللي عارفين التجربه مشاو بحالهم، بقات هي بوحده وكتوقف. ارنا دابا غيدخل واحد الزبون جديد ما عارف حتى شي حاجه، غيدخل غياخذ رونديفو غيجلس ما بخير. هاد السيده غتسمع الصوت غتوقف، هو كيبقى يشوف فيها مال هادي ويلي علاش وقفت بمجرد انا سامع لك طوط كلاكسون. عاوتاني مره ثانيه وقفت، هو يسولها قال له زعما علاش وقفتي؟ قالت له انا شفت الناس اللي قبل مني كيوقفوا وقيل هذا الشيء راه خاصو يكون، انا ما عارفاش شفتهم كيوقفوا حتى انا بديت كنوقف. بدا في نظركم واش حتى هو غيتاثر ولا ما غيتاثرش؟ حتى هو تاثر بمجرد انك تسمع طوط حتى هو كيوقف. الغريب في الامر. غتجي السيده الثالثه تدخل لاصال، غتجلس حتى هي تاخذ رونديفو غتجلس. غتسمعوا طوط غيوقفوا ما بجوج، غتبقى تشوف فيهم هي غتقول كيفاش. عاوتاني مره ثالث وهي توقف حتى هي بحالهم، واخا ما فهماش الكونسيبت وما عرفاش علاش كيوقفوا، حتى هي ولات كتوقف. غيجي السيد الرابع عاوتاني غيتعاود، غتسمع طوط غيوقفوا واخا هما ما عارفينش علاش كيوقفوا. اللي بغا يوصلوا هاد التجربه هو غيشرحوا لنا الدكتور. الناس اللي داروا التجربه حتى هما غيهضروا ويقولوا باش كانوا يعني كيحسوا في ديك اللحظه. سلوك المجموعة الضمني هو جزء مما نسميه التعلم الاجتماعي، ويبدأ من عمر مبكرة عندما نرى أعضاء من المجموعة وهم ينفذون مهمة معينة وتكافئنا أدمغتنا لاتباعنا سلوك المجموعة. عندما رأيت الجميع يقفون شعرت أن علي الانضمام إليهم، وإلا فسأكون مستبعدة. وبمجرد أن قررت الانضمام إليهم شعرت بالارتياح أكثر. الامتثال هو طريقتنا لنصبح اجتماعيين، لكن بإمكانه أن يتطور إلى عادات سيئة. وهذا ما يفسر انضمام هذا الثائر عندما رفض في البداية الامتثال إلى هذا السلوك غير المنطقي، وها هو ينضم إليهم. والشيء الوحيد الذي يصدم أكثر من رؤية كيف يؤثر الامتثال على سلوككم
هو أن هذه يعني القوى راه ماشي الخفية ديما تؤثر بشكل غير الحوايج اللي مرئي. كيديروا الناس كيكونوا صحاح، ولكن للاسف التقاليد والعادات كتفرض علينا اننا نتبعوا داكشي اللي لقينا عليه الناس، سينو غيقولوا علينا خي ما عارفينش ما فاهمينش. وهذا هو اللي كيشكلنا بزاف د الاغلاط كنتماداو فيهم في حياتنا غير حيتاش لقينا الناس كيديروهم. كما داك المثل المغربي اللي كان واحد السيده كتقطع ديما الراجل كيجيب لها الحوته كتقطع على ثلاثه وكديرها في الفران، كيجيب لها الحوته كتقطع. واحد النهار كيسولها قال لها زعما علاش ما ديريش ديك الحوته طويله؟ قالت له انا فاش وليت كنعرف ولقيت امي كتقطع الحوته على جوج ولا ثلاثه كتدخل الفران. فاش كيجيو يسولوا امها علاش كدير داك الشيء قالت لهم انا كان عندي فران صغير ما كانش كتساوي حوته فيها كبير، داك الشيء كنت كنقسمها. اذا ما خصناش نبقاو نتبعوا داكشي اللي كيديروه الناس حتى نتاكدوا واش صحاح ولا غلط. نعرفوا كما التجربه السيده كون كانت سولت في الاول وتاكدت وعرفت علاش غتعرف بلي راه ما كاين حتى حاجه، ولكن ديك النظره ديال الناس ليها علاش ما وقفتش كيحسوك بحال انك انت غلط ولو انك انت عندك الصح. يعني واخا يكون عندك الصح الاغلبيه للاسف وبالتجربه واحد عينيكم دابا كتشوفوا في الفيديو انها كتغلب واخا تكون عندك الصح للاسف. خليكم ان شاء الله متابعه، ديروا متابعه وخليكم يعني باش نخليو لا فيديوهات اخرين تستافدوا منهم نتوما اكثر. ونحاولوا ما امكن اننا نبعدوا على اتجاه ديال التفاهه وكل ما هو تافه ونعوضوا بكل ما هو يعني فيه استفاده لنا ولا العقول ديالنا الراقيه. تحياتي لكم وشكرا.